المرأة هي أمي وأختي وبنتي وجداتي. الحياة ما يمكنش تستمر بدون الرجل والمرأة معا، وحتى واحد من الزوج ما خصو يظلم الثاني. الراجل ما ياخدش ديال المرأة، والمرأة ما تاخدش ديال الراجل. والحكم في هذه القضية بالنسبة لنا حنا كمسلمين هو ميزان الشرع اللي نزلو خالق الذكور والإناث من عنده. ماشي الذكور هما اللي وضعوه، وماشي الإناث هما اللي صنعوه. المرأة في المجتمع المسلم هي شقيقة الرجل، وكيف ما عندها حقوق عليها واجبات. وأول واجب هو الخضوع لسلطان الإسلام في كل صغيرة وكبيرة، بحالها بحال الرجل، كلاهما خاضع لحكم الله. ومنين اسسو دار الإسلام إن شاء الله، ما يمكنش الراجل يجلس في الدار ويقول للمرأة سيري جاهدي الأعداء ودافعي على الدين، لأن الجهاد فرض الله على الراجل. والمرأة إذا توفى الزوج ديالها ما غاديش نقولوا ليها جلسي بلا زواج، واخا تعاود تزوج عدة مرات من حقها ما دامت في الحلال. مشكلتنا اليوم ماشي في المرأة فحسب، ولكن المشكل الكبير في الرجال اللي ما دخلوش الإسلام. وانا على يقين بأن كثير من النساء مني غادي يلقاو رجال حقيقيين اللي يقدروا يقدموا تضحيات باش يحميوا المرأة ويحسوها بالأمان في الدين ديالها والشرف والعيش الكريم. كثير منهم يقدروا يتحولوا ولو من نسويات الأول مدافعات على الدين. وبلا شك كاينة وظائف اللي خاصة بالرجال، وكاينة وظائف اللي خاصة بالنساء، وكاينة وظائف اللي ممكن يترشحوا لها رجال ونساء. المرأة كمكون أساسي في المجتمع كتحتاج طبيبة ومعلمة وأستاذة وسائقة ومربية. وأيضا كاين الإدارة والتجارة والمهن المطعمية والفندقية ومختلف الخدمات الحضورية أو عن بعد، والاستثمارات في ميادين صناعية أو فلاحية أو إعلامية أو غيرها. وفي المقابل كاينه ايضا الزوجه اللي كتكون متفقه مع الزوج ديالها باش تفرغ المسؤوليات ديال البيت والاطفال، والزوج كيتكلف بجميع النفقات وكيكون على قدر المسؤوليه، وكذلك كيضمن للزوجه والابناء ديالو المعامله الطيبه والموده والرحمه. اما المراه في هذا الزمان انا اكيد بانه اللي عطيتيها ما غاديش تكون فرحانه. اولا حيت كتعيش في تعارض مع الفطرة اللي خلقها بها الله. ثانيا حيت الأم ما غاديش تكون فرحانة حتى تشوف ولدها فرحان، وهكا الزوجة مع الزوج ديالها والبنت مع الأب ديالها. فمني تجي الخلافة إن شاء الله غادا ترجع المرأة والرجل بزوج بيهم المكان اللي كيستحقوها، غادا ترجع الكرامة والوعي والأخلاق والشجاعة والشهامة والرضا والقناعة وحب الخير. والسلام عليكم.